تخيل انك فتحت عيونك ولقيت حالك باليابان. ايه، بلاد الشمس المشرقة، وكل زاوية بتحكي قصة. اليوم رح اخذك بجولة طويلة شوي. خلينا نبدأ. اليابان دولة عبارة عن أرخبيل، يعني مجموعة جزر بشرق آسيا، وتحديدا شرق الصين وكوريا الجنوبية، مكونة من 6800 جزيرة. بس الناس اللي بتعرفها أكتر شي هي الجزر الأربعة الكبيرة: هونشو، هوكايادو، كيشو، وشيكوكو. اللغة الرسمية اليابانية طبعاً. العاصمة هي طوكيو، اللي بتنبض بالحياة 24 ساعة طول أيام الأسبوع. اليابان مرت بتقلبات تاريخية كبيرة. كان في شيء اسمه الساموراي، هن المحاربين كانوا بيعيشوا حسب البوشودو. بعدين اجت فترة العزلة، وبعدها فجأة اليابان قررت تنفتح على العالم. ومع الحرب العالمية الثانية الكل بيعرف القصة تبع هيروشيما وناغازاكي، مأساة حقيقية. بس من بعدها اليابان صارت من أقوى اقتصادات العالم. أكتر شي رح يلفت نظرك هو النظام الياباني. عندهم احترام كتير كبير للوقت، النظافة، والناس حتى بالمترو الكل ساكت، ما في حدا بيحكي بصوت عالي. في عادات غريبة شوي علينا، مثل انك تعطي تيبس، او لازم انك تخلع حذائك قبل ما تفوت تدخل على البيت، او حتى بعض المطاعم. وفي عادة غريبة اكتشفتها مؤخراً، إنه أفراد العائلة ما بيحضنوا بعض، ما بيعبروا عن طريقة الحضن للأب أو الأم أو العائلة. ممكن يعبروا عن الحب للعائلة بطريقة تانية، مثل الاهتمام أو هدية بسيطة. وفي عادات حلوة كتير، مثل الانحناء بدل المصافحة، بينحنوا كنوع من التحية والشكر. والأكل الياباني هو مو بس سوشي، عندك رامين، أودون، تيمبورا. الأكل الياباني بسيط بس طعمته رهيبة، وبيحترم كل المكونات. الأماكن اللي لازم تزورها باليابان هي طوكيو، مدينة المستقبل، تكنولوجيا، زحمة، أزياء غريبة. زور شيبويا كروسينج، أكبر تقاطع مشاة بالعالم. وعندك كيتو، المعابد القديمة، جو مختلف تماماً عن طوكيو. نارا، فيك تشوف الغزلان اللي بتمشي بالشارع عادي. جبل فوجي، أيقونة اليابان، خصوصاً لما يكون مغطى بالثلج. وحتى إذا بتلاحظوا في إيموجي مخصص لهالجبل، إذا كتبت على الواتساب كلمة فوجي رح يطلع لك الجبل. التكنولوجيا اليابانية سباقة دائماً. القطارات عندهم خصوصاً الشينكانسن تمشي بسرعة خيالية وبدقة عجيبة. في روبوتات بكل محل وآلات بيع بتبيع كل شي ممكن تتخيله. وفي مطاعم الروبوتات واللي بياخد طلبك وبيجيب لك الأكل. عندك الأنمي، يعني صعب نحكي على اليابان بدون ما نجيب سيرة الأنمي. الون بيس، ناروتو، قائمة طويلة. وإذا رحت على طوكيو زور حي أكيهابارا، جنة عشاق الأنمي والألعاب. أغرب شغلات موجودة باليابان: فندق الكبسولة، بتنام بمكان ضيق مثل التابوت. مراحيض ذكية فيها موسيقى وفيها تنظيف وكلها اوتوماتيك. يعني اليابانيين سباقين بكل شي بالتكنولوجيا. اليابانيين مهذبين كتير، ويمكن تحسهم باردين بالبداية، بس خلي بالك انه في حواجز لغوية، لانه مو الكل بيحكي انجليزي. بس دائما في استعداد انهم يساعدوك حتى لو بالاشارة. قبل ما ننتهي بدي اقول لك شغلة: اليابان مو بس أماكن وأكل وأنمي، هي تجربة بتغير نظرتك للحياة، من البساطة، النظام، الهدوء الداخلي. إذا فكرت تزور اليابان بيوم من الأيام، روح بعين تستكشف فيها، شوف التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة. وإذا وصلت لهون يعطيك العافية، لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب، وشاركني تحت بالتعليقات شو أكتر شي عجبك وشو بدك نستكشف المرة الجاي. نشوفكم بفيديو جديد، وسلام.